مجبور. لك شيء بكي ولك شيء بيفرح القلب. لك هلا والله، كيف الشباب والبنات؟ يعني هذا أحلى فيديو بعمله. كمية الفرح بهذا الفيديو مو معقولة. الحمد لله، بعد ثورة دامت 13 سنة الشعب السوري عم ينتصر، عم يفرح. لك الأرض والسما فرحانين، كل شيء بسوريا عم يضحك. الحمد لله، الحمد لله، بفضل الله عز وجل. ألف ألف مبروك للشعب السوري خاصة. ألف ألف مبروك للمسلمين وللشعوب العربية ولكل شيء ولكل حدا فرح معنا عامة. شكرا لكل حدا ساهم هذا الانتصار. الشكر الأكبر للمجاهدين، لأولاد سوريا، لكل عيلة صبرت وتهجرت وصبرت على التهجير والعنصرية وداءة الذل بالغربة، وما اختاروا يعيشوا تحت بطش النظام. شكرا لكل حدا صبر وتحمل. الشعب السوري وحده بيعرف كمية الانتصار وقديش هو انتصار قوي. الشعوب العادية والبقية عندن انه هذا انتصار عادي، انه خلص ناس سقطت رئيسها. بس هي ثورة 13 سنة، متخيلين 13 سنة يا جماعة؟ ما انه يوم ويومين. يعني هاي الثورة رح تنكتب بكتب التاريخ، رح ينحكى على العظماء اللي شاركوا فيها، مثل الساروت الله يرحمه، ولا الحج مارع، ولا كل شهيد راح بسوريا رح يتدرس بكتب التاريخ بالأوطان العربية إذا سمح لهم طبعا. سوريا خلصت من عائلة حكمت هالبلد 40 سنة، من الولد للأب للأم، عائلة مجرمة ما في بقلبهم لا شفقة ولا رحمة. بتعرفوا شو يعني هالانتصار؟ انه تخلصوا على عائلة كانت متحكمة بالعالم من 40 سنة. يعني هذا خلص اللي بيسمع قصتهم بيقول هدول باقين والعالم رح تموت وهن رح يضلوا. 13 سنة بعد ما العالم يأست وماتت خلص، إنها ما عاد في مجال، رح نضل بالغربة، ولا رح نشوف بلادنا هاي صارت لهدول المجرمين، ولا رح نرجع على أوطاننا. بس الله سبحانه وتعالى بيوم وليلة فرج علينا. بأقل من أسبوع سوريا تحررت، بأقل من أسبوع بعد تعب 13 سنة. يعني رح نحكي عن عمل من أعماله لبشار الأسد. بشار الأسد لما قالت العالم بدها حرية هجر أكتر من 10 مليون شخص بين طفل ومرأة وزلمة وكبير بالعمر. قتل أكتر من 2 مليون لهلأ مختفيين، ما حدا بيعرف مصيرهم. شفنا مناظر بالسجون يا لطيف ولا بأي فيلم أمريكا منشوفه، ولا بضمير أي حدا منشوفه. لك شفنا شوفات يعني، والله العظيم يعني في عالم ما عم تصدق، فكروا يعني عم يجيبوا شغلات العالم عنده والذكاء الصناعي. قلت أحمد رافع. الناس اللي كانت عايشة بأحضان وعساس، اللي كانت عايشة بسيطرة النظام، كانت عايشة بالذل والقهر والفقر، بس ما عم يحسنوا يحكوا لأنه بيعرفوا حالهم رح ينقتلوا. خلص ما في بسوريا انك تحكي شيء، يا بتسكت على الفقر والذل يا اما بدك تنقتل مثل اللي انقتلوا قبلك. ثورة رح تضل ذكرياتها بكل مواطن سوري، رح تنذكر لولد الولد، العالم رح تدرس أحفادها وأولاده تحكي لهم عن هالثورة العظيمة. الله يرحم كل شهيد ضحى بروحه فدا هالثورة، الله يشفي كل جريح، الله يرجع كل مفقود لأمه ولعائلته. إن شاء الله كل واحد مختفي بيرجع لأهله وناسه. وإن شاء الله مثل ما انتصرنا بسوريا على هالطاغي وهالعائلة المجرمة اللي ضلت أكثر من 40 سنة بالحكم، إن شاء الله بينتصروا بغزة ومنصلي بالأقصى مثل ما صرنا نصلي بجامع الأمويين.